حيث تم تدمير عدة مساجد وتحويل بعضها إلى كنائس والآخر إلى اسطبلات أو مخازن. برج بوسكارين يجد نفسه أمام قمة شامخة شموخ الوطن، فسعي المستعمر لطمس الهوية الجزائرية الإسلامية لم تفلح، لأن الأغواط مدينة العلماء وحفاظ كتاب الله تعالى، فمن قلب المدينة تعلو منارة التكبير، بل ويعلو مسجدها العتيق الشاخص في أعلى منطقة بالمكان، حيث تعانق صومعته عنان السماء مرشدة ومنارة للمؤمنين. اللي في خلفنا برج ما يسمى برج بوسكارين، وهو أحد الجنرالات الذي قتل في هذه المقاومة الكريمة. إذن هذا الأبراج شيدت في أماكن قلعات المدينة القديمة، وتم بالطبع جلب عمارة عسكرية كما يقول العسكريون لأخذ بالباب السكان المحليين والتأثير فيهم بهذه العمارة. لكن ما كان مفاجئا لهذه العسكريين أنهم سيسعون وينجزون بعض المعالم التاريخية. وفي الحقيقة مسجد الصفاح اللي تروه في الخلف، أن هذا المسجد سيكون كرد فعل كبير لهذه الاستعمار الثقافي إذا صح التعبير، وهو الثقافي استعمار معماري، لأنه أراد بذلك تحويل الطراز المحلي وإنشاء عمارة جديدة. إذن في عهدة العسكري مارغريت السفاح العسكري مارغريت الجنرال طالب السكان بتعويضهم لما هدموه من مساجد مما صادروه لبعضها الآخر، وانتقلوا إلى العاصمة، وبعد ضغط كبير تم الموافقة على إذا صح التعبير على إنجاز هذا المسجد. تطلق العديد من التسميات على هذا الصرح الديني العريق. تعددت حكايا التصميم، لكن قصته وتاريخه يبقى شاهدا على أنه منارة الإسلام في زمن الاستعمار الصليبي. وهو هذا المسجد راه عنده تسميات ثلاث. تسمية الأولى هو أنه كان المسجد الكبير بصفته، هو المسجد الكبير هنا في مدينة الأغواط آنذاك، ويعرف كذلك بمسجد الصومعة. لماذا الكبير؟ لأنه كان أكبر المساجد آنذاك. لماذا الصفاح؟ لأنه واقع على حجر أو صخرة الصفاح المعارفة بجبل تزقراني اللي لاحظوه هذا. وكذلك مسجد الصومعة لأنها كانت أول صومعة تسجز في مسجد بمدينة الأغواط. أسس بنيان المسجد الكبير سنة 74 وألف تحت إشراف بناء ومهندس إيطالي يدعى موليناري، والذي تأثر أيما تأثر بأخلاق الأهالي الذين كانوا يتطوعون في كل مرة تلبية لنداء الخير وبناء بيت الله، ليعتنق بعدها موليناري الإسلام ويقيم بالمدينة ما شاء الله له أن يعيش فيها، مع وصيته بأن يدفن بمقابرها. شارك في إعداد تصميم هذا الصرح الكبير موليناري هذا أحد الإيطاليين الستة الذين توسطوا السكان لجذبهم إلى المدينة وإعداد هذا مخطط المسجد. إذن تم الإشراف الكامل من طرف موليناري، لأنه بقى هو وأوصى أن يدفن في مدينة الأغواط، بالضبط في مقبرتها، مقبرة سيديانس. إذن كان من البنائين المحليين المهرة الذي شارك في البناء ما يعرف ثليجي، من عائلة ثليجي، لأن توجد في المنارة بالطبع على الجبس مكتوب بعض الأسماء اللي شاركت في البناء وكذلك تاريخ بنائه. إذن حاولوا أن ينجزوا هذا الصرح بطرق تقنية كانت في ذلك الوقت آخر ما توصل إليه الفن المعماري أو فن البناء، مثلا استعمال العوارض الحديدية ما يسمى بالفرنسية الفيراطي، والقبوات لي فوتان بالأجور المشوي على بريك كويت،
وكذلك إنجاز زخارف شريط زخرفي على قمة المسجد. يقع المسجد الكبير الصفاح على مرتفع جبل تزقرارين المتواجد بقلب مدينة الأغواط، حيث تم تشييد المسجد على أنقاض مبنى قديم دار الصفاح، والتي كانت دار الخليفة بن سالم إبان حكم العثمانيين. هذا الموقع يعتبر أنقاض البيت الخليفة بن سالم، يعني هذا الموقع نتاع المسجد راه في مبني على انقاض الخليفه بن سالم الحاكم تاع مدينه الاغواط انذاك. بني المسجد الكبير باستخدام مواد بناء محليه الصنع كالحجر المهندم والآجر والطوب المجفف تحت الشمس، حيث تم استعمال الحجر المهندم في الأساسات والسلالم وفي أركان البناء، بينما استعمل الآجر الموقود في أسطوانات المسجد، الدعائم وقبوات التسقيف، إلى جانب صقل الجدران بملاط الجير والرمل. نبدأ بمواد البناء. استعملت مواد البناء أساسا مواد محلية في الحقيقة في ذلك الوقت، أي كما سبق أن ذكرنا أنه بني في حوالي 1874، أنها في ذلك الوقت كانت جميع المواد تنشأ من عين أو تنجز من عين المكان. تميزت الأساسات أنه في الحقيقة الأرضية أو الصخرة التي بنيت عليها أنها صخرة ثابتة لا تتطلب ربما بعض الأساسات العميقة، لكنها بنيت الأساسات القواعد بالحجارة المهندمة أو ما يسمى لابير طاي. لاحظوها جيدا في الأساسات. واستعملت كذلك القرمود لا تويل أو لابريك، كذلك استعملت الأجور المشوي أو لابريك كويت. هذه جميع المواد حاولوا يركبوا منها الاستعمالات في كل مكان. إذا مثلا الأسطوانات الدائرية اللي لاحظتوها داخل المسجد مبنية مشيدة من الأجور المشوي، الذي كانت عدة أفران في المنطقة محاذية لواد مزي كانت تنتج الأجور، كان ينتج الأجور وكان ينتج لاتويل أو القرميد، وكذلك كانت تنتج الجير بالطبع وعدة مواد محلية في هذه المنطقة. مسجد مئذنتان، الغربية منهما أطول من الشرقية، بحيث هذه الأخيرة لا ترتفع عن سطح المسجد إلا بقليل، أما الأولى فبها سلالم لها أدراج مشيدة من الحجر المهندم، وضعت بعضها فوق بعض بشكل حلزوني وبإتقان منقطع النظير، تبين دهاء المعمارية آنذاك. هذه السلالم تؤدي إلى السطح، ومن ثم إلى قمة المئذنة، حيث كان يرتقي المؤذن ليؤذن من على القمة. كما نجد على التجويف الداخلي لقبة الصومعة الكبيرة لوحة طينية كتبت عليها أسماء البنائين. إذن المنارة تدل على موقع المسجد، منارة واحدة تكفي، هذه من ناحية. المنارة الثانية أتت حتى تتوازن بصريا إذا شكل صح التعبير. شكل الصومعة مربعة الشكل، وبها زخارف منوعة الأشكال ما بين المستطيلات والحلقات وغيرها. أما رقبة القبة فهي متعددة الأضلاع أسطوانية، والمئذنة مزخرفة بأقواس صماء. يوجد على سطح المسجد زهرة الرياح أو زهرة الاتجاهات، وهي تحدد المسافات ما بين مدينة الأغواط وأهم المدن والقرى، مما يدل على أن صناعها هم من جهابذة الحساب والفلك، إذ لم يعتمدوا في حساباتهم على شيء من التكنولوجيا، بل فقط على الظل والحساب الفلكي. نحن على سطح مسجد الصفاح بالضبط على مستوى مركزه،
تتواجد به زهرة للرياح أو زهرة الاتجاهات، وهي رخامية مستديرة الشكل فيها النقاط أو الأبعاد اللي تتواجد بها جميع البلدان المحيطة، وحتى بالطبع العاصمة، الجلفة، المسعد إلى آخره. توجد هذه البلدان وفيها البعد بالكيلومتر، مثلا نلاحظ هنايا مسعد 80 كيلومتر، الجزائر العاصمة 432 كيلومتر، وهران 470 كيلومتر. هذه الرخامية فيها في وسطها كذلك رمز، ربما رمز للمدينة القديمة، اللي تشكل من رأس جمل ونخلة وأحد بروج المنطقة. في الواجهة الأمامية للمسجد نجد نافورة مياه كانت فيما مضى مكانا لوضوء المصلين، وهي متواجدة داخل تجويف ذي قوس مدبب على حائط عريض من الحجر المهندم في شكل جميل. كذلك يتميز مدخل المسجد بوجود نافورة مياه أو ينبوع أو السبيل. في الحقيقة كانت عندها عدة وظائف، منها أنها ميضة أي مكان للوضوء على المدخل، وكانت هذه المياه كذلك دائما تسيل. وفي الحقيقة الماء، تعرفون أن في الإسلام الماء له دور كبير في العمارة، أنه له دور نفسي وكذلك دور الطهارة ودور الصفاء.